ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض الرز الفلاحي بطريقه سهله خالص. وازاي الرز يطلع معاكي مفلفل، مفيش رزايه لازقه في الرزايه التانية، مش هيطلع معاكي معجن ابدا. وكمان ازاي الرز يطلع معاكي الوش طري خالص وواخد اللون الذهبي اللي انت شايفاه القمر دوت. كل ده هقوله داخل الفيديو. جايبه لكم طريقه سهله جدا. بجد بجد لازم تشاهد الفيديو لغايه الاخر لان الطريقه سهله جدا والطعم حكايه. لما تيجي نشوف الطريقه بتاعتنا، اول حاجه عندي 3 كوبايات من الرز المصري مغسول ومتصفي من الميه. الرز ده مغسول ومتصفي بس مش منقوع، تمام كده. وعليهم معلقتين كبار من الزيت. وليه بحط معلقتين كبار من الزيت على الرز؟ لان هيخلي معايا الرز مفلفل مش معجن. كده قلبت معلقتين الزيت مع الرز، هنجيب معلقه كبيره ممسوحه من الملح ونقلب الملح مع مع الرز. انا هنا عامله الرز المعمر الفلاحي ده عشان هناكله مع لحمه، يعني عامله معاه صينيه لحمه. انت ممكن تعمليه مسكر، تعمليه مالح زي ما انا عاملاه، زي ما انت عايزه. 3 كوبايات الرز دول هياخدوا 3 كوبايات ونص من الحليب السخن، وعليهم كمان معلقتين كبار من الزبده. والكوبايه اللي عايرتي بيها الرز هي اللي تعايري بيها الحليب. يعني ال3 كوبايات من الرز هياخدوا 3 كوبايات ونص من من الحليب، وعليهم معلقتين كبار من الزبدة. وممكن تستبدلي الزبدة بالسمنة البلدي زي ما انت عايزة. وعليهم علبة زبادي 100 جرام. انا وزنت العلبة دي طلعت معايا 100 جرام. الزبادي البلدي العادي. ممكن تجيبي الزبادي المعلب، ممكن تستخدمي الزبادي البلدي زي ما انت عايزة. وليه بنحط الزبادي؟ هو اللي هيخلي معاكي وش الرز طري مش ناشف. جبت بقى صينية بايركس، ممكن تجيبي طواجن الفخار، ممكن تجيبي صينية البايركس زي ما انت عايزة. وندهنها بحتة زبدة صغيرة كده، وهننزل بالرز بتاعنا. الرز زي ما اتفقنا ده رز مغسول مش منقوع. قد ايه الرز؟ 3 كوبايات من الرز، عليهم معلقتين من الزيت، وعليهم معلقة كبيرة ممسوحة من الملح. قد ايه بالجرامات الرز ده بالظبط؟ عشان محدش يسألني قد ايه بالجرامات، دول 500 جرام. هنبتدي بقى ننزل بالحليب على على الرز. ونبتدي بقى نوزع بس الزبدة اللي هي ما دابتش في قلب الحليب نوزعها من فوق كده. وعندي كمان عشان الوش ياخد لون ذهبي وشكله حلو، عندي معلقتين كبار من القشطة. القشطة دي اللي انا وش اللبن، لما بغلي اللبن باخد الوش بتاع الحليب يعني. ببتدي بقى اوزع المعلقتين الكبار من القشطه. لو ما عندكيش القشطه دي ممكن تجيبي القشطه المعلبه عادي، مفيش اي مشكله. طريقه سهله خالص، مش هتلاقي اسهل من الطريقه دي. اتحدى اي حد يقول لي اسهل من الطريقه دي. يعني كمان الفيديو 5 دقايق، الفيديو مش كبير خالص عليكي. تعالوا بقى ندخله الفرن بعد ما وزعنا قطعه القشطه من فوق. تعالوا بقى ندخله فرن ونشوف هنعمل ايه. أول حاجة هنولع الشواية من فوق على درجة حرارة 220، ونخلي الصينية بتاعتنا على الرف الأوسط لغاية ما تاخد وش دهبي. بعد ما بتاخد وش دهبي هننزل بيها على الرف الأخراني اللي من تحت ونطفي الشواية من فوق. طب مش هنستعجل، تعالوا بس نقفل عليها كده ونشوف. خدت الوش الدهبي القمر اهو زي ما انتوا شايفين. نبتدي بقى نطفي الشواية من فوق ونولع بقى الفرن من تحت على درجة حرارة 200، ونسيبها على الرف التحتاني زي ما انتوا شايفين في الفرن. قد ايه بالظبط؟ 45 دقيقة لغاية ما تتشرب من من الحليب خالص. شايفين شكلها تحفة. بجد بجد لازم تجربوها، لان لو ما جربتوهاش هتزعلوا جدا، لان بجد طعمها حلو جدا ولونها حلو جدا. طلعت بقى معانا صينية الرز المعمر القمر اهي. هنبتدي بقى نقطعها، هي لسه سخنة. انا هقطعها لكم وهي سخنة. على فكرة لما تقطعيها وهي سخنة ما بتطلعش القطعة بقطعتها زي ما بتقطعيها وهي باردة. بس انا الصراحة مستعجلة عليها عشان تشوفوا حلاوة الرز المعمر. هنبتدي بقى نقطعها المكعب اللي انت عايزاه، بتقطعيها المقاس اللي انت عايزاه. وبعد كده بنجيب المعلقه والسباتولا ونجيب بقى حته زي ما انتوا كده شايفين. يلا بقى نسمي ونطلع حته كده. الله، شايفين الجمال؟ حاجه كده من الاخر. الحته طالعه بقطعتها مع انها سخنه. شايفين البخار اللي طالع من القطعه؟ يعني بجد بجد لازم تجربوا الطريقه دي. شايفين الرز طالع مفلفل، مفيش رزايه لازقه في الرزايه التانيه.
الرز طالع مفلفل والوش طالع دهبي وفي منتهى الجمال. جربوا بقى الطريقة بتاعتي على ضمانتي، الطريقة هتعجبكم جدا، ما فيهاش تعب خالص، ما فيهاش مواعين خالص، وكمان الطعم هيطلع يعجبكم جدا. لو في اي استفسار اكتبولي وانا برد على طول. لو في اي حاجة برضو عايزينها اكتبولي وانا اعملها لكم. وبألف هنا مقدما، وكانت معاكم ليلى من قناة مطبخ بألف هنا مع ليلى. شايفين الصينية مش لازقة فيها ولا اي حاجة، طالعة القطعة بقطعتها مع انها لسه سخنة. يعني الرز المعمر لما بيبرد بتطلع الحتة متماسكة، مش زي ما هي وسخنة، بس انا معايا طالعة سخنة والقطعة متماسكة برضو. شايفين الرز؟ بجد بجد هيعجبكم جدا. يلا بقى، لو عجبكم الرز المعمر بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير، وبألف هنا مقدما.